ازيكم يا برج الحوت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن اهم التوقعات الخاصة بالفترة دي، شهر سبتمبر لعام 2025. وخليني كده اوضح من البداية اننا هنركز على الجانب الحلو بس، على الامور المفرحة والمبهجة. بما ان الشمس موجودة في برج العذراء ومعاها كمان عطارد، انا عارفة ان ده ممكن يقلقك شوية. في معاكسات واضحة، خصوصا مع وجود الخسوف عندك يوم 7 وتأثير الكسوف كمان يوم 21. لكن الحلو هنا إن في عز المعاكسات دي بيجي عندك الانتصار، وأول نقطة تبان قدامنا خروجك من علاقة سامة جدا. يمكن في الأول تلاقي نفسك زعلان أو متضايق وتسأل ليه اتحطيت في موقف زي ده، ليه عشت التجربة دي. لكن بعد يومين أو 3 بس هتكتشف إن ربنا نجاك بنفسك وبقلبك. العلاقة المؤذية اللي كانت بتستنفذك انتهت، وده في حد ذاته مكسب كبير جدا. وبعدها على طول بتلاقي تعويض، سواء بعلاقة عاطفية جديدة أو حتى علاقة صداقة حقيقية تقف جنبك وتسندك. يعني إيه؟ يعني لو خسرت شخص كنت فاكره قريب منك وطلع عكس كده، فجأة هتلاقي حد لسه انت بتتعرف عليه قريب لكنه واقف معاك وكأنه عشرة عمر. الدعم ده هتحسه بجد وهيخلي حياتك أخف وأسهل. النقطة التانية رجوع لعلاقات قديمة، في كده رجوع يحوط واضح لعلاقات عاطفية من الماضي. ولو كان في سوء تفاهم أو تدخلات أو مشاكل خلت العلاقة تبوظ قبل كده، فالفترة دي فيها تصالح وإصلاح. خليني أقولك كمان يا برج الحوت، انت بطبعك مش بتنسى الناس بسهولة. حتى لو حد جرحك، قلبك بيرجع دايما فكرة الرجوع والمسامحة أكتر من فكرة الانتقام. وده اللي هيبان معاك بشكل واضح جدا في سبتمبر. ولو هنتكلم بقى بصراحة يا حوت، فهيكون في مجموعة أبراج معينة كده بتأثر عليك جدا. الأبراج الهوائية زي أول ناس ممكن ترجع لهم أو تسامحهم. من الأبراج المائية برج العقرب تحديدا ممكن يعصبك أو يستفزك لكن برضه في رجوع. وكمان برج الحمل من الأبراج هتلاقي نفسك ليك معاهم كيمياء، في فكرة كده إنك تبدأ من جديد. طيب، العلاقات الجديدة أو البدايات العاطفية، عندك بدايات واضحة جدا وغالبا هتيجي من خلال النطاق المهني. يعني ممكن تعرف حد في الشغل أو من خلال شغل مشترك. وعلى الأغلب بقى البدايات دي هتاخد شكل رسمي أكتر في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر. أما العلاقات اللي كانت فاسدة ومش نافعة، فأنت هتشوف حقيقتها كويس جدا. يعني هتعرف مين ينفع يفضل في حياتك ومين لأ، وهتاخد قرارات واضحة من غير أي تردد. نروح دلوقتي بقى للشغل. لو عندك شراكة مهنية أو عقد مش مريحك، فهتقدر تخرج منه. يعني إيه؟ يعني أي ضغط أو شد وجذب قانوني أو شغل كانوا بيحاولوا يلووا دراعك فيه، هتلاقي نفسك قادر تنسحب وتاخد قرار إنه يحافظ على استقرارك. وكمان هيكون في عروض مهنية جديدة أو فرص لعقود واتفاقات أفضل. صحيح، عطارد موجود في وضع معاكس شوية، بس ده مش معناه إن الدنيا واقفة، بالعكس، هو معناه إنك محتاج تبص كويس قبل ما تمضي على أي ورق أو تدخل أي اتفاق. لكن الإجمالي كده، النص التاني من الشهر أو آخر 10 أيام هيكون فيهم كده استقرار قوي جدا وفرص أحسن بكتير. خليني كمان أتكلم عن نقطة مهمة جدا، اللي هو اهتمامك بنفسك. شهر سبتمبر هيكون فيه تركيز واضح منك على نفسك وصحتك. ممكن يكون عندك دافع إنك تغير في شكلك أو تهتم أكتر بجسمك، أو حتى تعالج حاجة صغيرة كانت مضايقاك. كمان في اهتمام قوي بالجانب الصحي سواء الجسدي أو النفسي. وممكن ناس كتير من برج الحوت تقول أنا عايز أخس أو أغير نظام أكلي. ونصيحتي ليكم، لو بدأتوا الموضوع ده من أول أسبوع في الشهر، يعني قبل يوم 7، هتلاقوا نتيجة سريعة جدا ومشجعة. نروح بقى للجانب العائلي. انت يا برج الحوت مش بتحب تخسر حد من العيلة، وبتحاول دايما تصلح وتجمع. ومع وجود الشمس وتأثير المشتري، عندك قوة إنك تثبت وجهة نظرك وتخلي اللي قدامك يعترف إنه غلط. بس الحلو كمان هنا إنك بتعمل ده من غير ما تيجي على نفسك، بتعرف توصل فكرتك وتحافظ على قوتك في نفس الوقت. وفي جانب كمان مهم جدا، اللي هي مواجهة نفسك. انت في سبتمبر يا حوت هتقدر تعترف بينك وبين نفسك انك غلطت في مواقف معينة، وده تطور كبير جدا منك، لأنك هتبدأ تصلح وتتعلم من أخطائك. صحيح مش هتقول لحد أنا غلطت فيك، لكن على الأقل مع نفسك انت عارف
وده اللي هيخليك تتقدم لقدام. بشكل عام كده شهر سبتمبر هيكون مليان بخروج من علاقات سامة، رجوع لعلاقات مهمة، بدايات جديدة في الشغل والعاطفة، وكمان اهتمام كبير بنفسك وبصحتك. هتحس بقوتك وهتعرف قيمتك، وده هيخليك تقدر تتغلب على أي معاكسات بسهولة. أتمنى لكم يا برج الحوت كل الخير والسعادة، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. دلوقتي هقول لكم باي باي يا برج الحوت.